لأول مرة نشوف في النادي الأهلي لعيب بيفرض سيطرته على الإدارة، أنا هاعمل اللي أنا عاوزه وفي نفس الوقت هالعب ويتعدل لي عقدي وإلا هامشي في أي وقت. قصة إمام عاشور بدأت مع الأهلي من اليوم اللي قرر فيه ما يركبش الطيارة لمباراة يانج أفريكانز، والنادي الأهلي قرر عليه عقوبة قدرها حوالي مليون جنيه وإيقافه أسبوعين، ولكن بضغط جماهيري لان النادي الاهلي كان محتاجه في الملعب، لان النادي الاهلي محتاج يحقق بطوله بدل ما يخرج بموسم صفري. بسبب الضغط ده يخلي النادي الاهلي يتراجع عن العقوبه ويرجع امام عاشور ينزل الملعب تاني وتبتدي تصرفاته تستمر، يجي يتبدل ما يسلمش على زميله، ينزل الملعب متضايق جدا ويبتدي كمان يمارس حياته على السوشيال ميديا بشكل طبيعي، مع ان اداره الاهلي كانت منبهه على اللعيبه ان السوشيال ميديا في الوقت ده بلاش فيها اي امور تستفز الجمهور في الوقت اللي احنا فيه ده. امام عاشور بيمارس اعماله دي داخل النادي الاهلي وهو لسه له سنتين في عقده، يعني لاعب على ذمه نادي لمده سنتين لا يحق له التفاوض مع اي نادي وبيعمل كده. كابتن محمود الخطيب قيمه كبيره وقامه كبيره لا يختلف عليها احد، ولكن اداريا في تخبط اداري كبير داخل النادي الاهلي واوضه اللبس مش مظبوطه. ولو هتقول لي السبب ايه هقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ من ساعه ما ساب منصب مدير الكوره وحصل تسيب كبير في الفرقه، وده اللي مخلي اي لعيب يعمل اللي هو عاوزه بدون ما يخاف من العقاب. هتيجي وتقول لي طب حل امام عاشور ايه او اداره الاهلي تتصرف ازاي في الموضوع؟ اقول لك التصرف الامثل هو عرض امام عاشور للبيع زي ما اتعمل مع عبد الله السعيد، لان اللي انت بتمارسه على النادي الاهلي ده تهديد للنادي الاهلي، وده هيخلي لعيبه كتير تتجرأ على النادي الاهلي وتعمل نفس اللي بيعمله امام عاشور، وخصوصا لو حسوا بقيمتهم او جالهم عروض. واعرف ان كلمه السر دلوقتي في النادي الاهلي هو ادم وطني، ادم وطني اللي بيقرر بمزاجه يبقى وكيل لاي لعيب في النادي الاهلي وبينجح في ده فعلا، زي ما نجح في ان هو يجيب عرض لوسام ابو علي في كولومبوس الامريكي. الوقت امام عاشور على اعتاب الدوري السعودي، وخدها مني وما تراجعش ورايا، امام عاشور اولى صفقات نادي القادسيه السعودي برعايه شركه ارامكو. امام عاشور متقدم له عرض كبير من نادي القادسيه السعودي، وده اللي هتثبته الايام، وان ادم وطني بيتفاوض مع نادي القادسيه على تفاصيل العقد الخاصه بامام عاشور. كل اللي عايز اقوله النادي الاهلي نادي كبير جدا وقامه كبيره جدا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. مهما كانت قيمتك الفنيه هقول لك شويه اسماء دلوقتي النادي الاهلي استغنى عنها على الرغم من جودتهم كلاعب وكتاثير في الفرقه. عصام الحضري احسن حارس في افريقيا وفي الوطن العربي كله بدون منازع، حسام حسن وابراهيم حسن التوأم المثالي، ابراهيم سعيد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. كل دي لعيبه ما التزمتش بمبادئ وقيم النادي الاهلي، كان العقاب الفوري ليهم وخروجهم من النادي الاهلي دون رجعه. ولو هتقول لي ما الاهلي في العصر الحديث عمل كده مع اتنين لعيبه زي عبد الله السعيد وعرضه للبيع، وزي رمضان صبحي وان هو يستغنى عنه ويقول له قدامك ساعه واحده بس، اقدر اقول لك ان القرار ده كان جاي من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان في وقتها قبضه حديديه في اداره الكوره في النادي الاهلي. نتمنى ان كل المشاكل دي تتحل لان احنا داخلين على كاس عالم ويهمنا ان كل اللعيبه تكون في كامل تركيزها. السلام عليكم.